ليه المدير الفاشل هو دايما اللي بيترقى بسرعة؟ اسمع ببساطة كده، لأن معظم الشركات مش دايما بتكافئ الكفاءة. الشركات بتكافئ اللي يمشي الدنيا، وهو ده المدير الفاشل غالبا. بيعرف يقول تمام يا فندم بدون نقاش، بيظهر في اللحظة الصح، ياخد اللقطة قدام اللي فوقه ويختفي فجأة وقت الشغل الحقيقي. بيشتغل بالمنظر مش بالنتيجة. اللي فوقه بيحبوه ليه بقى؟ لأنه مش بيهدد الكراسي بتاعتهم، بالعكس بيثبت فشل المنظومة وبيخليهم يبانوا أذكى. الترقية مش دايما اعتراف بكفاءتك، ساعات بتبقى شهادة انك بقيت جزء من نظام فاشل بيتغذى على التعريص. وعجبي على الدنيا.